الاسلحه بيحيط بتاكا وبيقول لهارك اختار السلاح اللي عايز تموت بيه. بيهجم عليه كل غباء وهارك ما عادش قادر يصد قصاده. الواد بيتحول لشبح وبيهاجم هارك من كل اتجاه وبوم بيديله ضربه بالطياره بعيد وهارك مش قادر يقف على رجله، خلاص بيستسلم لقدره. بس فجاه بيفهم كل اللي بيحصل. ايوه، فبالرغم من مهاره الاستنساخ اللي مع تاكا الا انه بيسعى لمهاره الاختطاف وتقريبا كده اخد باله من حاجه. وفي منتصف القتال هارك بيقول له انا خلاص قررت استسلم وبيقف مكانه من غير ما يتحرك. تاكا بقى بيهجم عليه بس على مين؟ ده هارك عم الجامدين بيتفادى الهجوم وبيقول له ان مهاره الاستنساخ بتسمح ليه باستخدام اي مهاره يسرقها. ايوه بس الثلاث مهارات مش اكتر. من الاخر كده كل المهارات اللي معاه بتبقى مؤقته على عكس مهاره الاختطاف اللي بيسعى وراها. تاكا بقى بيترعب وبيقول له انت عرفت ده ازاي؟ وبنعرف بقى ان هارك كان سايب يهجم عليه كل الفتره ديت على ما يحدد نقطه ضعفه. بالفعل بقى ده اللي حصل يا صديقي، وتاكا بعدها بيحاول يهجم عليه بس المره دي هارك بيأدبه وهوب واحده شمال والتانيه يمين. ده انا هأدبك يا حزين. بس مش دي النهايه برضه. تاكا بيقف من تاني وفجاه بيفعل خاصيه مرعبه جدا، بيشتت هارك وبيهاجمه من كل اتجاه وحرفيا بيدمر المكان. لا ده كمان بيكتفه وبيفعل مهاره الموت وشكلها خلاص دي نهايته. وايوه هارك بيلفظ انفاسه الاخيره وبيكتب نهايه الحكايه في مشهد صعب جدا. تاكا ابن الكلب بيخلص عليه وبيدوس على دماغه وبيستهزأ بيه كمان، وبعد كده بيتجه ناحيه المدينه. ولكن انت صدقت بقى ان هارك مات يا صديقي؟ لا والله. فجاه بينادي على تاكا وبيقول له بقى امثل عليك اني بموت، تقوم دايس على دماغي اما انت بقى في صحيح. تاكا بقى بيترعب وبيقول له استحاله تفضل عايش، انا متاكد اني قتلتك. وبنعرف ان هارك استخدم مهاره الشفاء، ده غير ان حظه ليفل ماكس وبالتالي بقى هو ما اتخدش حتى. تاكا بقى لما بيشوفه بيشتعل غضب وبيهجم عليه من تاني ولكن بلا جدوى. هارك بيصد ضرباته وبيطير سلاحه وبنكتشف ان تاكا عنده مهاره التحكم عن بعد وبيضرب هارك بالسيف في ظهره ويصيبه. بيقول له انا استحاله اتهزم على يد ضعيف زيك. الغل بيبقى ملء قلبه وبوم بياخد ضربه في وشه بتجيبه الارض. ايوه هارك اتحول تماما، بيروح ناحيه تاكا وبيقول له ان ده وقت الحساب وهو دلوقتي هيدفع الثمن غالي. بيهجم عليه بغباء وبيقضي على ابوه تماما واخيرا بكده بتخلص الحكايه.